السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. اجمدوا كده ان شاء الله، لسه تقيل جاي قدام باذن الله. ربنا يكرمنا بس ايه ويدينا الصحة وطولة العمر، ونكمل معاكم باذن الله باكبر كم من المعلومات المفيدة. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة عن ازاي يا دكتور اعرف ان السنة اللي انا حشيتها عصب، ان العصب التهب تاني بعد ما حشيت الضرس، وان كده الحشو باظ وعايز اعيده تاني. ملحوظه احنا بنتكلم عن الحشو العصب مش الحشو العادي. اعرف ازاي انه باظ؟ بعد ما حشيت الضرس ابدا ان انا اكل ايه، اكل او اشرب حاجه ساقعه حاجه سخنه، اكل حاجه ساقعه حاجه سخنه. بص الاقي ايه، في الم شديد على المكان، على نفس الضرس اللي انا ايه كنت حشيته. ده رقم واحد. رقم اتنين، احس كده اول ما اجي اكل على الضرس يجي عليه الحته، امضغ على الضرس نفسه، احس ان في الم. بحس كده كأن ايه، في حاجه كده مش طبيعيه على نفس السن اللي انا حشيل، المفروض ان انا شلت المشكله بتاعته. ده تاني علامه تدل لي على ان السن اللي انا عملت له حشو ده برضو يعتبر فيه مشكله. الحاجه التالتة بعد كده ان انا ببص بلاقي السن كده، بحس كأنه هش، او بحس كأنه رخو، حاجه كده مش طبيعيه مش مظبوطه. فببتدي احس ان في حاجه غلط. تكون بتعمل حاجة زي كده تلاقي نفسك فجأة كده ايه، الضرس شد عليك كده وحده، حاجة بدأت تغلي، حاجة زي ما يكون ألم، حاجة بتنغص فيه. فكل ده طبعا ايه، بيديك علامات على ان الضرس اللي انت حشيه عصب التهب تاني والحشوة باظت، وممكن يكون عايز يتعاد حشو. ايه الفيصل في الموضوع ده؟ بترجع للدكتور تاني. دي العلامات البدائية، بيعمل لك أشعة وبيشوف ايه، وبيشوف الضرس ايه المفروض هيتعمل معاه، او هو المفروض هيعيد الحشو العصب تاني، ولا هيخلع الضرس، ولا على حسب الحالة اللي هيشوفها قدامه. لو عايزين اي حالات اتكلم عنها اكتبوا لي في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.